أننا كنا في الحج في إحدى السنوات التي مرت، وفي ليلة 9 من ذي الحجة ونحن بالقرب من مقبرة الحجون لعقد الإحرام هناك، كنت في إحدى الحافلات المخصصة للنساء، فقلت لهم: أيتها الأخوات والأمهات، اقرأنا الفاتحة ونريد نهديها، نقرأها جماعية الفاتحة، ونهدي الفاتحة إلى أم عباس أم البنين حتى تسهل لنا الطريق ونصل إلى عرفة بيسر وسلام. والظاهر امرأة زعلانة على أم البنين، حرمة ويانا بالحافلة، حتى بخاطرها على أم البنين. شلون حتى خاطرها على أم البنين؟ صار لبتها 7 سنوات لم تنجب بنتها، وزوجها زوج بنتها عرضها على الكثير من الأطباء في البلد وخارج البلد. هاي المرأة شلون زعلانة على أم البنين؟ قالت: احنا كلنا نقرأ الفاتحة إلى أم البنين، ليش ما نقرأ الفاتحة إلى الزهرة اللي هي أحسن من أم البنين؟ فقلت لها: لا، أم البنين تحتاج إلى الفاتحة منك ولا الزهر. وبعد خطأوها الأخوات والأمهات. على كل حال وصلنا يا موالية إلى عرفة، وأعمال ليلة عرفة بالقرب من الفجر. اجت هذه المرأة الصالحة، قالوا: والله مولانا يريدونك حريم برا الخيمة. طلعت لهم وإذا هي المرأة معضضين لها، والله يا موالية وحق هذا المنبر تبكي بكاء الثكلى. اريد اهدئها، ايش بيك يما الصاير؟ والله انا ما كنت اعرفها اصلا، هي اللي تحكت بالحافله. ايش بيك يما صاير عليك؟ حد مزعلنك؟ عليك ضيق؟ شو صايره مشكله؟ قالت: مولانا انا اللي حكيت على ام البنين، انا اللي زعلت ام البنين. قلت: ام البنين حنونه ما تاخذ في خاطرها، لا عليك ولا على غيرك. قال: تعلمك الصار؟ قلت: الصار. قالت: انا خليت راسي على الوساده. تقول: في منامي رأيت كأن امرأة دخلت إلى الخيمة مهابة، وقور، شموخ، نور، وفزلها من في الخيمة، وقفنا النساء لها. يقول: كان عندها سبح حاطتنها بيدها اليسرى، وكل حرمة تسلم عليها تقول لها: يمه مشكورة على الفاتحة، وهذه سبحة من أمك هدية. يقول: جتني، يقول سلمت عليه، قالت لي: يمه ليش زعلانة علي؟ ليش تمانعين يقرن علي الفاتحة؟ أنا أم عباس يمه، أنا أم عباس. يقول: أعطتني سبحتين. قالت: يمه هاي سبحتين لك، وغير مرة إذا ذكروني لو ما أنت قارئ أنت بس لا تمنعين الناس. هنيا لك مولاي، والله يا ريت أنا عندي هالتوفيق، يا ريت عندي هالتوفيق هذا اللي عندك. أصرت على أن مجلس يوم عرفة يكون على نفقته. قرينا إلها على أم البنين. يوم رجعنا البلد يوم 4 محرم، كنت أنا طالع خادمكم من قراية الضحى، اتصلت فيها قالت: مولانا أبو محمد. قلت: نعم. قالت: أبشرك، من بعد 7 سنوات وكل التقارير تقول أنه ما ممكن بنتي توفق للحبل أو للحمل، 7 سنوات أياس. من شوية اجى زوجها فرحان يخبرني أنه زوجته الحمد لله وفقت للحمل. قلت: الحمد لله. والله يا موالية تأويل السبحتين
تأويل السبحتين ذولا بالمنام. اتتابعت الشهور بابنتها ودها السبحتين توأم. من شوية أنا ولد والله كسر خاطري، يقول لي مولانا ادعوا لي بالدرية. أقول يا أم عباس ديري بالك عليه، ديري بالك علينا، احنا خدامكم وعايشين في خير الله وخيركم، ولا نرتضي عنكم بدلا ولا عنكم تحولا. الفصل الثالث من المأساة يوم اجت، بس اهم شيء يا مولاي ما تتعبوا، انا جاي اعزي لكم موالي. ممكن الخطباء عزهم الله وانا اقلهم، ويا ريت انا شعر في اجسادهم الطاهرة تحدثوا عن ام البنين مناقبها فضائلها سيرتها، بس الاخوة هنا في حسينية الرسول الاعظم قالوا احنا جماعتنا معزين، وفعلا اراكم معزين. ويا الله يا الله يا الله نجتمع وإياكم عند الحسين. من أيام الإمام من خدمة، من أيام أحد الشعراء جاب لي قصيدة، الزهرة تحكي ويا الحسين يوم بدلوا شباكه. شوف كلام الزهرة، تقول بأبي وأمي أشوف القبة والأحجار، أشوف الهيبة والأنوار، وأشوف حسين بس يبكي بضريحة والدمع نثار. ليش تبكي يمه ليش؟ أظن يدري أمه محرومة من الشباك والزوار.